السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في فيديو جديد. اليوم اخواتي جيت نشارك معكم الكيك او غاطو او بسكوي، يعني هو بين خليط بين الكيك والغاطو. ما شاء الله كيف ما كتشوفوا كيجي اكثر من رائع، كيجي ساهل وبسيط وواحد المذاق البنات ما شاء الله اكثر من روعه. كنتمنى من كل قلبي تتابعوا الفيديو للاخر باش تاخذوا طريقه التحضير والمقادير، وانا متاكده غادي يعجبكم هذا الفيديو. وهذا الكاطو او بسكوي بدون بيضات باش قلت لكم غادي يعجبكم، حيت اقتصادي وما فيش شي مكونات اللي هي صعيبه. كنتمنى من كل قلبي ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم اخواتي ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وبواحد التعليق مزيون فحالكم. واللي باقي ما شاركش في القناه كنتمنى من كل قلبي يشارك لي في القناه ويضغط على الجرس باش يوصل له كل جديد. وهادشي اللي كنقول لكم اخواتي دائما منكم فضلا ليس امرا. كنتمنى من كل قلبي نكون خفيفه على قلوبكم ويكون هذا المحتوى كينال الاعجاب ديالكم. وكنبغي نرحب بالناس الجدد اللي زادوا لي في قناتي، كنقول لهم مرحبا بكم اخواتي وشرفتوني، وكنتمنى من كل قلبي نكون عند حسن الظن ديالكم. ونخليكم اخواتي مع الفيديو مع طريقه التحضير والمقادير وفرجه ممتعه. ونبداو بسم الله على بركه الله في المقادير. انا هنايا غادي نعمل البنات 4 المعالق د السكر. يمكن لكم تزيدوا السكر في حق من الاحسن، يعني ما تقويوش الحلاوه حيت على حسب غنعملوا فيها الشوكولات باش تجي هي هذيك. يعني المهم انا عملت 4 المعالق كبار ديال السكر، وعملت 2 شاشيات ديال زهره البرتقال. يمكن لكم تنكهوا بالفاني في حق، يعني ما شاء الله كتجي هاد زهره البرتقال كتجي مزيونه بزاف كتواتى مع هاد الكيك. كنعمل قريصه د الملح فقط يعني على حسب تصحيح الذوق، وكنعملوا 2 ديال الياغوت طبيعيين بدون سكر. المهم هنا يمكن لكم تعوضوا بالحليب في الحق، يعني من الاحسن عملوا دانون كيجي مزيون فهاد الكاطو او الكيك اللي باش نعدلوا مع بعضياتنا، حيت صراحه كيجي مزيون بزاف. المهم يمكن لكم كيف ما قلت لكم تعوضوه بالحليب. ويمكن نعملوا 2 ديال الياغوت طبيعيين بدون سكر، وكنعملوا هنايا يعني الزيت. المهم حنا غادي نخلطوا داكشي مع بعضياتهم حتى كينسجم الخليط ديال بين السكر وبين داك الياغوت. عاد كنضيفوا الزيت. هنا كان الزيت كنضيفوا دفعه في دفعه، حنا كنخلطوا وحنا كنضيفوا، يعني ما تضيفوش الزيت مره واحده. عندي كاس ديال الزيت. المهم كاس الزيت ما كيكونش معمر بزاف كيف ما شفتوا. المهم كيكون باقي خاصو داك 3 المعالق كبار ديال الزيت ويعمر. وهنا كنخلطوا مزيان البنات داك الزيت، زيت المائده دائما بالقياس الكيسان د العنبه. كنخلطوا مزيان يعني داك الخليط مع بعضياتهم بين الياغوت بين داك السكر حتى كينسجم داك الخليط مع بعضياتهم مزيان حتى كيذوب داك السكر. عاد كنضيفوا هنايا معلقه كبيره ديال العسل. هنايا العسل البنات كتعطي واحد التعليكه لهاد الكاطو ديالنا، كتعطي واحد التعليكه رائعه البنات. المهم هنايا عملت معلقه كبيره معمره مزيانه البنات كيف ما شفتوا، وكنخلطوا الكل عاود مع بعضياتهم مزيان. هنا من بعد ما كنخلطوا مزيان كيف ما شفتوا البنات، يعني من الاحسن تخلطوا مزيان هذا الخليط ديالكم. من بعد ما كتخلطوا كتجيبوا هنايا ربع كاس من القياس الكيسان د العنبه ديال الزهر، كيعطي واحد المذاق البنات مزيون بزاف. المهم انا هنايا عملت ربع كاس ديال الزهر مع داك زهره البرتقال مع داك ربع كاس ديال الزهر كيعطي واحد المذاق مزيون بزاف البنات. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تنكهوا باي نكهه. المهم انا كيعجبني المذاق ديال الزهر. وكنضيفوا الكاس الاول ديال الدقيق، ودائما بالقياس الكيسان العنبه كنضيفوا الكاس الاولاني ديال الدقيق الابيض، والكاس الثاني والكاس الثالث، وغنخلطوا الكل مع بعضياتهم حتى كينسجم الخليط ونشوفوا واش باقي نزيدوا خاصه الدقيق. المهم حنا ضفنا 3 الكؤوس ديال الدقيق الابيض وكنخلطوا الكل. وهنا غادي نضيفوا الكاس الرابع وغنضيفوه النص، وغنضيفوا عليه واحد ربع كاس ديال الشوكولات، اما داك بيبي شوكولا اللي هو كيتباع في المحلات هايده ديال الحلويات اللي كيعدلوها في كوكيز. المهم كنعدلوا منه ربع كاس ديال الشوكولات الا كان كيبغيو الشوكولات عدلوا. المهم الشوكولات انا هنايا عملت هي ربع كاس، يعني بحال تقريبا 3 المعالق كبار ديال الشوكولات هايده كيف ما شفتوا. وكنضيف عليهم، المهم كنضيف في الاول داك الكاس ديال الدقيق، كنضيف منه هي نص الكاس ديال الدقيق، وكنضيف عليه داك ربع كاس ديال الشوكولات، وكنضيف عليه 2 خمارات حمر ديال الحلوى بيكن باودر كنضيفوا على داك الخليط. وكنولي نضيف الكاس اللي هو الرابع ديال الدقيق، وكنخلطوا الكل مع داك من بعد ما كنخلطوا داك الشوكولاط مع داك الدقيق وخلطنا مع الخليط ديالنا كيف ما شفتوا. وكنضيف نص كاس ديال الدقيق في حق ما كنضيفوش كامل. حنا المهم الغرض ديالنا بهذا العجين ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش كتلتصق في الاناء اللي حنا فين عجناها، يعني كيف ما غتشوفوا معايا، يعني ما غتبقاش تلصق في الاناء اللي حنا فين عجناها. المهم هنا كيف ما شفتوا ما ضفتش داك نص كاس كامل، يعني بقاو تقريبا هيديك واحد 2 معلقات كبار ديال الدقيق. المهم هذا هو القوام ديال اللي بغينا، ما تكونش كتلتصق في داك الاناء وما تكونش جاريه. المهم بعد ما خلطنا العجين ديالنا مزيان كيف ما شفتوا البنات كنجيبوا هذا الطبسيل ديال الفرن
وكندهنوا بالزبده. المهم انا هنايا التبصيل يعني سمحوا لي اخواتي ما عارفالوش العبار ديالو بالضبط شحال يعني بحقي، ان شاء الله نكتب لكم في صندوق الوصف العبار ديال هذا التبصيل هذا. المهم كبيبر شويوش هيدا كنعمل فيه الكيكه البسكوي او الكيك، المهم هو خليط مع بعضياتهم. وكنعمل هاد البسكوي ديالي في داك التبصيل، وكنحاول يعني نعاود له الوجهه ديالو كيف ما شفتوا. انا فرشت الورق الزبده، يعني يمكن لكم نتوما دهنوا لا يعني ما كانش هيدا الورق الزبده يمكن لكم تعملوه في التبصيل ودهنوا بالزبده ودرشوا في 3 دقائق حيت ما كتلتصقش هاد العفو ما كتلتصقش هاد العجين. كنحاول البنات يعني نعوضوا له الوجهه ديالها مزيان، يعني نعوضوا له الوجهه باش ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. المهم باي معلقه في يدكم هيدا كتعوضوها، وكنجي عاوتاني كنواسي الجنيبات ديالها كيف ما شفتوا معايا. المهم ما شاء الله والفيديو شارح نفسه. من بعد ما كنعاود الجنيبات ديالها كنجيب عاوتاني في الوسط هيدا كنقسمها في النص، يعني كيف ما شفتوا انا قسمت على هذا الشكل هيدا، ومن بعد عاود كنقسمها شكل مربعات كيف ما غتشوفوا معايا. المهم نتوما عينكم ميزانكم، بغيتو تصغروا او كبروا. المهم انا عملتهم هنايا مربعات شوي واش كبار، المهم نتوما على حسب يعني التبصيل ديالكم. المهم هنا هما كيجيو طالعين شويش كيف ما غتشوفوا معايا. هذا الكيك هذا ولا بسكوي كيجي طالع في تيوته. من بعد ما كنقطعوا هذا مربع كنعاوطوا عاوتاني بديك المعلقه، وكنجيب الرضيمه هيدا وكنثقب هاد الثقب في الوسط. من بعد ما كنعملوا هاد الثقب هيدا في الوسط كندخلوا الفران. من بعد يعني ما شعلته هي من تحت حتى كيسخن مزيان، ندخل له هاد الكاطو ديالي حتى كيتحمر من تحت، ومن بعد كنشعل عليه الفران من الفوق باش كياخذ لي اللويين. وهذا هو الشكل ديالو. من بعد يعني ما حمرته دابا جبدنا يعني من الفران المهم مباشره كيف ما كنجبدوه كنجيبو اما من ميلاده ديال الفريسه. انا هنايا عندي المربى ديال المشماش، وانتم باش ما بغيتو دهنوها. وكندهن الوجهه ديالها كيف ما كتشوفوا معايا باش كتاخذ واحد اللوين كيف ما كتشوفوا معايا. هيدا كيعطي واحد اللوين مزيون، ونيت باش يلصق لنا اللوز ايفيلي او كاوكاو. المهم اي حاجه عدلوا لها في الوجهه ديالها، المهم تزين كيبقى لكم نتوما، يعني صراحه كيف ما بغيتو نتوما تزينوها. المهم انا فقط كنعطيكم فكرات وانتم كيف ما حبيتوا. هي شنو ملي كتعملوا لها هيدا الوجهه ديالها دهنوا لها بميلاده في الوجهه ديالها وتعملوا لها اللوز ايفيلي او كاوكاو. المهم اللي كان كتجي مزيونه صراحه كيعطي واحد الشكل مزيون. ومن بعد ما عملت لهم اللوز ايفيلي، من بعد ما حمرت داك اللوز ايفيلي وفتته بيدي هيدا باش ما كيجيش هيداك باقي هيداك غليظ. المهم كتفتو، ومن بعد كنجيبوا الكراميل وكنعملوا في داك الحفيرات. وانا هنايا الكراميل البنات عدلته بيدي. نتوما الا ما كانش عندكم موجود يمكن لكم تعملوا شوكولاته نوتيلا، يمكن لكم تعملوا كيف ما قلت لكم المربى، المهم اللي حبيتو. وكنجيبوا هذا الشوكولات هذا بيبي شوكولا اللي كنعدلوه مع كوكيز وكنعملوا في الوجهه ديالها. المهم اللي بغيتو نتوما انا عدلت بعد منهم خليتهم كيف ما هما بالكراميل. وهنايا البنات يعني ملي كتدخلوها للفران حيت ضروري غادي يطلعوا داك الحفيرات، يعني ضروري غتوليو تجبدوا هاد البسكوي ديالكم وتوليو نيت نفس الرضومه اللي حنا عدلنا بها داك الحفيرات، كتوليو تضغطوا عليهم باش ياخذوا لكم هاد الحفيره هيدا باش كتبقاو لكم هيدا باش كتعملوا فيها اما تعملوا فيها اما انا عملت هنايا الكراميل. نتوما يمكن لكم تعملوا الشوكولات، المهم من ميلاده ديال الفريسه او ديال المربى. المهم ليكم الاختيار في الوسط ديال هذا الكيك ديالكم او بسكوي اللي بغيتو نتوما عدلوا. من بعد ما زينت على هذا الشكل هيدا وعملت مربى الكراميل كنحيد داك الاطار، وهذا هو الشكل ديالها. من بعد يعني ما طابت ما شاء الله نتوما كتشوفوا يعني كيجي السمك يعني طالع في تيوته. يمكن لكم تعملوها في الطبسيل كبر من هذا غتجيكم غير رقيقه بزاف. المهم تجيكم فحال الشكل ديال الكوكيز. الا عدتو شي طبسيل كبير وقرصتوها مزيان هيدا غتجيكم هي ستيتوا فحق هذه جات طالعه في تيوته. جات رائعه البنات، انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم حيت كيف ما كتشوفوا اقتصاديه. كيف ما عارفين دابا الاسعار يعني كلشي زايده، هذه يعني اقتصاديه وسهله وبسيطه. كيف ما كتشوفوا انا كنقسم معكم ونوريكم القوام ديالها. المسامحه اخواتي. المهم ان شاء الله كنتمنى تجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوليش لي لايك واشتراك في القناه. وشكرا لكم اخواتي، وشكرا على المتابعه ديالكم وعلى اللي بقى معايا حتى الاخر. الى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.